مساء الخير ويا هلا وسهلا بالجميع. وخلصنا ليالي بيروت سهلة ولذيذة، أو ليالي لبنان، لكن أنا راح نسميها ليالي السعودية. أني سويتها وراح أنزلها لكم بالإنستغرام باللغة الإنجليزية وباللغة العربية، مع أني سبق ونزلتها، لكن لا راح أعيدها وأنزل الوصفة من جديد بإذن الله. إذا في عندي فرصة راح أنزلها باليوتيوب. علينا بألف عافية. وقت التقديم لازم نحط عليها اللي هي الشيرة بعد موجودة طريقتها بالإنستغرام. وعلينا بألف عافية. أسعد تعليقاتكم وبالفولو على الإنستغرام، وجزاكم الله خير. كمية المقادير اللي تظهر لكم تكفي 10 أشخاص، يمدينا نقسمها على النص أو على الربع. كل المقادير على النار، في بعد القشطة وموية الزهر بالأخير لأنها تعطي مرارة في. يفضل أننا نخلط المكونات على البارد علشان ما تسوي لي كتل. تعرفون الحليب البودرة أو السميد أو النشا كذلك ممكن يسوي لي كتل إذا حطيناه على موية حارة. الآن حطيت كل المقادير وراح أخلطها على طول. قوامها يكون زي المهلبية بس أثقل شوي. حطيت القشطة وموية الزهر، يمديكم تحطون موية ورد أو أي نكهة أنتم تحبونها. بعدين أحطها بالبايركس وأحط عليها كمية راهية من القشطة الطازجة، الفواكه، الفستق، جوز الهند أو أي زينة أنتم تحبونها، وعلى الثلاجة. بعدين أزينها بالشيرة